تعرف ليه الخيول لازم الحافر بتاعها يتنضف بشكل مستمر؟ وده بسبب ان الحافر مش مجرد جزء من رجله وخلاص، لكن ده بيعتبر العمود الفقري لحياة الحصان كلها، لانه بيتحمل وزنه الضخم بكل سهولة، وكمان بيساعده على الجري بسرعة البرق. لكن الكارثة اللي بتحصل لما الحافر يتساب من غير تنظيف، لان الاوساخ والحصى والطين بيتجمعوا جوه الحافر. ساعتها الالتهابات المميتة بتبدأ، والوجع بيخلي الحصان مش قادر يمشي خطوة واحدة، لدرجة ان اي خدش صغير في الحافر ممكن يتطور ويكون سبب في عجزه تماما. هنا بقى بيجي دور التنظيف، اللي طبعا مش مجرد عادة، لكن ده درع واقي ضد الألم والمرض. الحدوة اللي بتتركب في الحافر بتعتبر اختراع عبقري، لأنها بتحمي الخيول وبعض الحيوانات، ومن غيرها كل خطوة على الأرض الصلبة ممكن تكسر أجزاء من الحافر. ومع الوقت الحصان هيخسر سرعته وقوته وكمان يتهالك، لكن بالحدوة هيقدر يجري مسافات رهيبة من غير ما يتأذى. تخيل معايا إن حصان وزنه نص طن تقريبا، وسرعته رهيبة وكمان قوته خارقة. من غير الحدوة كل ده كان هيختفي وتحول لألم يومي، ويخلي أقوى حصان ضعيف مش قادر حتى يقف. التنظيف والحدوة مش رفاهية أبدا، لكن دي مسألة حياة أو موت بالنسبة للحصان.